حقيقة تأجيل الدراسة في مصر لكل المراحل التعليمية بعد الإعلان رسميا عن المتحور الجديد لكورونا واللي بينتشر بسرعة رهيبة جدا، وقدر في أيام بسيطة يسيطر على 51 دولة، من ضمنهم دول أعلنت رفع حالة الطوارئ. والحكومة المصرية بتدرس الوضع في مصر، وخصوصا بعد انتشار دور غريب بين المصريين، تكسير في الجسم ووجع وخمول، لكن لسه ما انتشرتش بالشكل اللي توصل الدولة لرفع حالة الطوارئ. متحور جديد لكورونا أسرع انتشارا من اللي قبله، وبينتشر بطريقة غريبة عن طريق اختراقه للجهاز المناعي بشكل خبيث وبطريقة غير عادية. متحور إيريس EG5. المتحور ده تابع لسلالة XBB، وهو واحد من فروع الأوميكرون، ولكن للأسف أخطرهم، وده بعد ما حصل تغيرات جينية خطيرة في الفيروس في السنين اللي فاتت، مع العجز عن الوصول لعلاج مؤكد. والتغيرات الجينية اللي حصلت في السنين دي ساعدت المتحور على الهروب من الأجسام المضادة. مش كده وبس، دي سهلت عليه إنه يدمر جهاز المناعة اللي من غيره مش هيبقى فيه حياة. لأن المختلف المرة دي في تطور الفيروس المعروف حاليا باسم إيريس، إنه يا بيسبب الوفاة يا الإصابة اللي ممكن الشفاء منها، لكن إيريس مش بيشفى الجسم منه تماما، لأنه بيسبب أثر خطير فيه بيفضل الشخص يعاني منه طول الحياة، ده في حالة عدم الالتزام بالتعليمات والحذر. العلماء أصدروا بيان في أسباب انتشار الوباء الخطير إيريس، أبرزها إنه عدى أكتر من 18 شهر على آخر حملة تطعيم، والتجمعات الصيفية والمصايف والخروج المستمر في الأماكن الزحمة والاختلاط ساهم بنسبة كبيرة في انخفاض المناعة. ومنظمة الصحة العالمية صنفت إيريس متحور كورونا الجديد بأنه تحت المراقبة، لكن للأسف أخطر من كورونا. بتحاول الوصول لتطعيم للسيطرة على الوضع قبل تفاقم حالات الإصابة والوفيات، والتطعيم هيكون في الخريف الجاي أو الشتاء على حسب ما يوصلوا لأفضل نتيجة. المقلق إن المتحور ده بيصيب أولا أصحاب الأمراض المزمنة بجميع أنواعها، وتاني فئة بيوصلها بسهولة هي الأطفال، وده احتمال كبير يكون سبب في تأجيل الدراسة، لأن الدراسة والمدارس واختلاط الأطفال ببعضهم هيكونوا أكثر عرضة هم وأسرهم للإصابة، والوضع سهل إنه لا قدر الله يخرج عن السيطرة لو ما تمش التصدي ليه من بدايته وهو لسه بيكون جذوره. وأعلن تيدروس أدهانوم رئيس منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية، وبعد ما أوقفت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ في مايو اللي فات بعد انخفاض نسبة وفيات كورونا بنسبة 95%، لكنها حذرت في نفس الوقت من التخلي عن تحذيرات كورونا، لأنهم كانوا متوقعين ظهور متحور جديد أخطر من اللي فات، خاصة مع عدم التوصل لأي علاج فعلي يقضي عليه حتى الآن. صرحت كريستينا باجل أستاذة البحث التشغيلي في جامعة كوليدج في لندن إنه بالرغم من إن المتغير بيزيد في الانتشار وأسرع من كورونا، فإنه أفضل في التهرب من جهاز المناعة، وده بيسمح له بالتغلب على المتغيرات الأخرى، لكن لحد دلوقتي مفيش دليل على إنه تسبب في مرض أكثر خطورة. والحالات المصابة بيتعمل أبحاث عليها ومتابعة تطوراتها بتوصل لفين، والخطورة بتكون بعد الإصابة بوقت قد إيه. وقالت الدكتورة ميرا تشاند نائبة مدير UKHSA يظل تطعيم أفضل دفاع لنا ضد موجات كورونا المستقبلية، لذلك لا يزال من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يأخذ الأشخاص جميع الجرعات التي هم مؤهلون الحصول عليها في أقرب وقت ممكن. كلامها ده دعمه باحثين كتير، ولكن لقت نقد من باحثين أكتر، خصوصا إن المتحور الجديد هم لسه مش قادرين يوصلوا لمدى تأثيره البعيد، وهل نفس التطعيم هينفع للمتحورين؟ وقالوا إن صعب عمل تطعيم جديد للمتحور الجديد، ولسه هيستنوا الفترة اختباره، وفي النهاية ممكن ظهور متحور أجدد، وقتها الوضع بيخرج عن السيطرة أكتر. أعراض المتحور الجديد شبه كورونا المتحور القديم واللي كلنا عارفينها، والأعراض ممكن تختلف من شخص للتاني، لكن معظم المصابين بالمتحور الجديد بيعانوا من أعراض خفيفة في البداية بتشمل الإرهاق وإحساس بالإجهاد والسعال الجاف والصداع وسيلان الأنف والعطس والتهاب الحلق والتعب، ومش شرط إنك وطفلك يحس بالأعراض كلها مع بعض، ولو حسيت بأي عرض فيهم أو ارتفاع في درجة الحرارة لازم تتوجه فورا لأقرب مستشفى طوارئ، لأن احتمال كبير إنك تكون مصاب ومحتاج حماية لجسمك ولجهازك المناعي. ربنا يحفظنا ويحفظ أسرنا من الأمراض والأوبئة.